وصفة الكيك الإسفنجي بالشوكولاتة. المكونات: 2 كوب دقيق لجميع الأغراض، 1 كوب سكر، 3-4 كوب كاكاو خام، 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر، نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا، نصف ملعقة صغيرة ملح، 1 كوب حليب، نصف كوب زيت نباتي، 2 بيضة، 1 ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير: سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت. دهني صينية خبز مقاس 9 بوصات أو ضعي ورق زبدة. في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والسكر والكاكاو والبيكنج بودر والبيكنج صودا والملح. في وعاء منفصل، اخفقي الحليب والزيت النباتي والبيض والفانيليا. أضيفي خليط السوائل إلى خليط المكونات الجافة واخفقي حتى تمتزج المكونات. اسكبي الخليط في صينية الخبز المحضرة. اخبزي لمدة من 30 إلى 35 دقيقة، أو حتى تصبح المسواك نظيفة عند إدخالها في المركز. اتركي الكيك يبرد تماما قبل تقطيعه. نصائح: استخدمي دقيقا لجميع الأغراض عالي الجودة للحصول على كعكة إسفنجية هشة. تأكدي من أن جميع مكوناتك في درجة حرارة الغرفة قبل البدء في التحضير. لا تبالغي في الخفق، فقد يؤدي ذلك إلى جعل الكعكة قاسية. لا تخبزي الكعكة أكثر من اللازم، فقد يؤدي ذلك إلى جفافها.